ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جبت نص كيلو بانيه ومحتاره بقى اعمل عليه اكل ايه، فقلت هتبله. وخدت قطعتين بس منه، هنشوف هنعمل بيهم ايه دلوقتي. تبلته بقى بملح وفلفل وبصل وليمون وخل. تبلته كويس قوي كده وحطيته في التلاجة بقى. وجبت قطعتين بانيه، حطيت عليهم زيت وسمنة. حطينا الزيت ومعلقة سمنة كده، وهنشوحهم بقى كويس ونحمرهم. نحمرهم كويس قوي بقى كده لحد ما يبقى لونهم ذهبي ويكشوا معانا كده لدرجة ان هما خلاص يعني اتحمروا. جبت بقى هنا طماطم وفلفل رومي وبصل وثوم وضربتهم كلهم في الخلاط. حطيت عليهم ملح وفلفل وكمون. لسه طبعا مش هنزل دلوقتي بيهم، هحاول ان انا احمرهم اكتر من كده. هعمل احلى صينية بطاطس بالبانيه تحفة. اتحمروا بقى كده، رحت نازلة بالصوص بتاعي اللي هو طماطم وفلفل وبصل وثوم. لو عايزاها سبايسي ممكن تحطي قرن فلفل حامي. ورحت نازله بقى بالبطاطس، قطعتها كده ونزلت بيها وهديها غلوه من فوق وادخلها على الفرن على طول. وهنا بقى بحمر الشعريه عشان اعمل الرز بالشعريه. حطيت الشعريه وسمنه وزيت، وهقعد بقى احمرهم لحد ما لونهم كده بقى باللون ده. وهنزل بالرز مغسلاه ومصفياه، وحط عليه الملح بتاعه والميه المغليه. هديله كده تقلبتين، واول ما يشرب المية بتاعته هوطي عليه. كده عملت صينية بطاطس بالبانيه وحطيتها في الفرن، ورز بالشعرية. وكان عندي بقى طبق بسلة باللحمة من امبارح سخنته معاهم، وطبق لفت، وطبق بتنجان مخلل، وطبق سلطة. والبانيه طبعا حمرته اهو. كان احلى غدا النهاردة. ربنا يديم لمتنا يا رب.